السلام عليكم. دعاء لإخواننا في غزة. اللهم أغث إخواننا في غزة وكن لهم ناصرا ومعينا وحافظا وظهيرا. اللهم احمي أطفال غزة ونساء غزة وشيوخ غزة ورجالها. اللهم واشف جرحاهم وارحم شهداء غزة واحمي فلسطين الحبيبة. اللهم وشتت بنو إسرائيل وكل من تعاون معها. اللهم وزلزل الأرض من تحت أقدام بني إسرائيل واجعل كل أيامهم أحزان. اللهم واجعلهم مغلوبين ولا تجعلهم غالبين. اللهم شتتهم وسلط غضبك وسخطك على بنو إسرائيل يا رب العالمين. اللهم انصر غزة واحمي إخواننا في غزة. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتم كامل تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم خبز الكوشة بالفرينة. خبز الكوشة بالفرينة بدون عجن وبدون دلك وبدون أي تعب. وهذا الخبز يوالمك خاصة في رمضان ولا في الحصلات. خبز خفيف ريشة كيما القطن. شوفوا كيف ما الوصفة. نحتاج مغرف تاع الحليب معمرة مليح خميرة، ومغرف سكر، وكاس حليب يكون دافي، وربع كاس زيت نباتي. نخلطهم مليح حتى يذوبوا لي كامل المكونات نتاعي. من بعد نزيد هنا الكاس الاول نتاع الفرينة والكاس الثاني نضيفه بشويه ونخلط مليح. نبقاو نضيفو الفرينة بالتدريج حتى نتحصلوا على القوام المناسب. بعد هنا ضفت الملح نضيفه مع الفرينة هكذا باش يطلع لي وما يفسدليش المفعول تاع الخميره. بعد زدت هنا نصف خلاف نتاع كاس الفرينة، اضفت منه الربع، ولكن زدت اضفت الباقي. يعني هنا الوصفه نتاعي خدات لي 2 كيسان ونص نتاع الفرينة، وانا عندي هنا سعة الكاس 240 مليلتر. نخلط مليح حتى نتحصل على العجين. هذا كما تلاحظوه عجين متماسك لكن يكون طري كيما نتاع البيتزا. بعد نغلفه بكيس بلاستيكي ونخليه حتى يخمر. طبعا هنا كي يكون الجو سخون راح يخمر بالخف. وطبعا اذا حبيتي تضاعفوا الكميه تقدروا. انا هنا درت لكم مقدار نتاع خبزه واحده فقط، لكن اللي يحب يدير 2 خبزات ولا 3 يضاعف فقط الكميه. شوفوا هنا بعد ما خمرت لي، هنا ندهن يدي بشويه زيت، ودهنت البلاطو نتاعي بزيت نباتي باش ما يسقليش، وقاعده نطرح في هذيك الخبزه نتاعي. هنا كيما تحبوا ترقوها بزاف. انا هنا شويه رققتها، ولا اللي يحبوا يكون شويه خشين ما تطرحوهاش بزاف، يعني ما ترقوهاش بزاف. هنا نحاول نسوي السطح نتاعها، يعني يكون سطح املس هنا باليد. شوفوا هنا حتى انا نطرح فيها وهي قاعده زيد تخمر. بعد هنا جبت مغرف كبيره تاع حليب، حطيت لها شويه نتاع قهوه عاديه طايبه طالعه في البريس. وهنا كبديل لصفار البيض. هنا كاين اللي ميشتيش الريحه نتاع البيض ولا عنده حساسيه، فهذا يعني باش تدهنوا يعني قصتوس مليحه. بعد كان عندي هنا سانوج وجلجلان زينت بهم، وهنا كذلك تقدروا تحطوه في لاباط كي نكونوا نوجدوا فيها. بعد هنا كنت سخنت الفرن على 180 درجه. نحط الخبز نتاعي الطيب كي تحمر لي من تحت نزيد شعل عليها من فوق. كي تحمر لي نحيها. ما راحش تاخذ وقت كبير في الطياب. شوفوا هنا بعد ما طابت الاحمرات يعني عطات لون احمر ما شاء الله. يعني كما قلت لكم هذاك الحليب والقهوه كذلك. شوفوا اللون اللي عطاه ما شاء الله. هذه هي النتيجه النهائيه. شوفوا هنا احمرت يعني ما شاء الله. يعني كي تشوفها تفتح لك الشهيه، والرائحه ما نقولكمش. شوفوا هنا خليتها بعد ما مده بردت لي شويه. شوفوا كيفاش جا رطب وهشوش. هنا نقسمها معكم. هنا من الاحسن تستعملوا موس المنشار باش هكذا ما يتفركتليش الخبز نتاعي. كما قلت لكم هذا الخبز يعني يوالم في الحصلات ولا في رمضان، ماشي ديما نديروا المطلوع، نقدروا نوعوا نديروا كيما هذا الخبز. وكذلك هنا يصلح حتى القهوه حليب للدراري تحطوه مع كونفيتير ولا فرماج، يعني ما شاء الله يصلح حتى للمجات. شوفوا هنا قصيته معكم هنا باش نوري لكم يعني مصداقيه الوصفه. شوفوا كيفاش هشوش ورطب جاء ما شاء الله.
وهنا راح نقسمها معاكم باش نوريلكم يعني كيفاه جا القوام تاعو من داخل. وكيما نذكركم باللي هاد الخبز ما عجنتو ما دلكتو ما والو، يعني خبز بدون تعب. شوفوا هنا يعني جا ما شاء الله، مام جاه شوش وطري، يعني هنا قسمته بكل سهولة. شوفوا كيفاه يعني شوش ورطب وخفيف كيما القطن. شوفوا كيفاه القلب نتاعو ما جاش معجن طايب، يعني ما شاء الله. اذا كانت هذه وصفتنا لنا اليوم، نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم وتخليونا اراءكم في التعليقات. نقول لكم سلام الى فيديوهات قادمة ان شاء الله.